رقم واحد في الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة. رقم ثلاثة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. رقم أربعة على مستوى العالم في مجالات هندسة الاتصالات. متعاقدة ومتعاونة مع أكبر الجامعات على مستوى العالم زي جامعة أكسفورد، جلاسكو، سنغافورة وطوكيو. كل الدكاترة والخريجين بيشتغلوا في شركات عملاقة جدا زي هواوي وانفيديا. من حوالي أسبوعين جالي رسالة من جامعة اسمها UESTC. الجامعة دي مشهورة وكبيرة جدا في مجالات الهندسة في الصين. محتوى الرسالة إن أنا مرشح إن أنا أكون Admission Ambassador لمصر بشكل خاص وكل الدول التانية بشكل عام، وأكون حلقة الوصل ما بين الجامعة دي وكل البلاد أو كل الطلبة الانترناشونال الموجودين في الصين وبره الصين اللي حابين يجي يدرسوا في الجامعه دي. والحمد لله تم اختياري وبقيت ادميشن امباسادور بشكل رسمي للجامعه دي. عشان كده النهارده انا جاي اتكلم ليه الجامعه دي اختارتني اكون ادميشن امباسادور او خلتني اكون سفير ليها، وهي الفرص المتاحه والمجالات اللي انت ممكن تيجي تدرسها، وايه هي الجامعه دي عباره عن ايه. فخلينا نبتدي، ولكن قبل ما نتكلم عن الجامعه فخلينا نتكلم شويه عن المدينه وعن المكان اللي انت هتيجي تدرس وتعيش فيه. تشيندو. لما بنسمع الصين دايما بيجي في دماغنا شانغهاي، بكين، شنجن، جوانجو، ولكن في مدن تانية كتيرة جدا عملاقة قوية جدا بتنافس ان هي تدخل الصورة بشكل كبير جدا. واحدة من المدن دي وهي تشيندو، واحدة من أسرع نمو المدن في الصين، فيها مقرات عمالقة التكنولوجيا زي IBM، مايكروسوفت، هواوي وشركات تانية كتيرة جدا. الجي دي بي بتاعها يعادل 2.21 تريليون يوان صيني. طبعا ما ننساش الباندا، المدينة دي مشهورة بالباندا، بيسموها باندا سيتي. فيها أكبر الأبحاث اللي متعلقة بالباندا، العالم كله بيجي هنا عشان يتفرج على الباندا. ده غير الجامعات العملاقة اللي موجودة في المدينة دي. أهمهم وأولهم هي جامعة UESTC اللي الفيديو ده معمول مخصوص عشانها. تاني جامعة وهي جامعة سيتشوان يونيفرسيتي. الجامعة دي كبيرة وعملاقة جدا ومشهورة جدا في مجالات الطب. خلينا نرجع لجامعة UESTC. الجامعة دي حرفيا كنز البشرية زي ما قلت لكم، جامعة قوية وكبيرة جدا في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي، واخدة المركز الأول في الصين في المجال ده، ورقم 3 على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، ورقم 4 على مستوى العالم في مجالات هندسة الاتصالات. غير ان في تعاون دولي ما بين شركات وبين جامعات عملاقة جدا زي جامعة اوكسفورد، جلاسكو. الجامعة دي فيها فرع من جامعة جلاسكو اللي موجود في بريطانيا موجود في الصين هنا، فالطلبة بدل ما بتسافر تدرس في جلاسكو في بريطانيا فهي بتذاكر وبتدرس في الصين هنا. الدكاترة هنا بيشتغلوا في أكبر مجلات البحث العلمي IEEE، غير معامل الاختبارات والأبحاث اللي بسببها كل الشركات العملاقة بتيجي الجامعة هنا عشان يبدأوا يعملوا الأبحاث بتاعتهم في الجامعة، زي شركة هواوي. الشركة دي حرفيا في كل مكان في الجامعة بتشوف اللوجو بتاعها بتعمل بحث معين في مجال معين في الجامعة دي. أكيد دلوقتي أنت عايز تسألني طب إيه هي المجالات المتاحة؟ فخلينا نسأل السؤال بشكل أحسن شوية. انت عايز تدرس ايه؟ حرفيا كل المجالات اللي انت ممكن تتخيلها هتلاقيها هنا. ذكاء اصطناعي، اتصالات، اوتوميشن، ميكانيكا، كهرباء، لايف ساينس، تكنولوجي، مانجمنت، بزنس ادمنستريشن، لغات اجنبيه، اداره اعمال، فيزياء وطب. المفاجاه ان الجامعه دي فتحت السنه دي تخصصين جداد، نيرسينج، كلينيكال ميديسن. فرصه القبول في التخصصين دول كبيره جدا، فكل الناس اللي حابه تدرس اي تخصص من التخصصات دي فدي فرصتك ان انت تيجي الصين في اقوى واكبر الجامعات على مستوى الصين. هي دلوقتي في ناس دلوقتي هتقول طب انا هاجي ادرس ازاي بالصيني وانا مش بعرف صيني؟ الدراسه هنا بالصيني ولا بالانجلش؟ في الحقيقه الدراسه هنا بالاتنين على حسب التخصص. في تخصصات متاحه ان انت تدرسها بالصيني والتشاينيز، وفي تخصصات تانية متاحه ان انت تدرسها بالتشاينيز بس، ولكن دي مش مشكله. في كل الحالات انت كده كده بيأهلوك ان انت تتعلم صيني في الجامعه هنا، ففي بيكون في كورس تحضيري في الاول عشان تتعلم اللغه وتبدا تمارس اللغه بتاعتك وتكمل بيها، سواء هتدرس بالصيني او هتدرس بالانجلش. ونصيحة مني ليك، لو انت جاي الصين هنا فحاول تختار ان انت تدرس بالتشاينيز. ليه؟ ده هيتيح لك ان انت تتعرف على معلومات اكتر. هنا لما بتتعامل مع الناس بالتشاينيز بتاخد معلومات اكتر، فبتتعمق في اللغة اكتر، بجانب ان انت تتعمق في التخصص اللي انت بتدرسه بشكل كبير جدا. طرق الدراسة، الجامعة بتوفر طريقتين للدراسة، عن طريق المنح او ان انت تيجي تدرس على حسابك. فالمنح هنا الجامعة بتغطي كل المنح الموجودة في الصين، منحة الحكومة، منحة المقاطعة، منحة الجامعة، منحة كونفوشيوس. وتفاصيل كل منحة من المنح دي احنا اتكلمنا عنها في فيديو تاني ممكن تشوفه. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر اكيد ممكن تسألوني على الانستجرام، ممكن تابعوني على الانستجرام عشان تعرفوا كل التفاصيل دي. التقديم، ازاي تقدم في الجامعة دي؟ التقديم بيكون اونلاين، مش محتاج منك ان انت تبعت اي ورقة ولا اي حاجة. كل الحكاية ان انت بتجهز ورق معين وتبدأ ترفعه على الويب سايت الخاص بالجامعة.
كل اللينكات وكل المصادر اسيبها لكم في وصف الفيديو. تقديم سهل وبسيط جدا. لو معرفتش اقدم اكتب لي كومنتس او تواصل معايا على الانستجرام وانا اساعدك ان شاء الله. وبس كده، خليك فضولي واسال اكتر، متنساش تعملي فولو. سلام.